الزمالك أخيرا قرر يتحرك بشكل قانوني، إعلان رسمي بتعيين مستشار قانون جديد واستحداث إدارة كاملة مخصوص للعقود داخل النادي. طيب يا ترى القرار ده معناه إيه؟ وإزاي ممكن يغير شكل الإدارة؟ وهل ده بداية لإصلاح حقيقي ولا مجرد ديكور؟ تابع الفيديو للنهاية وهتعرف كل التفاصيل. خليني أقولك زي الخبر ما نزل رسميا، مجلس إدارة الزمالك أعلن تعيين مستشار جديد للنادي. كمان تم استحداث إدارة متخصصة لصياغة ومراجعة العقود، يعني أي عقد هيتم مع لاعب، مدرب أو لاعب أو حتى إن كان راعي أو حتى موظف، هيعدي الأول على الإدارة دي، يتراجع قانونيا عشان ما يكونش فيه ثغرات. بصراحة أنا من وجهة نظري الخطوة دي بصراحة كانت لازم تحصل من زمان، خصوصا بعد مشاكل كتيرة جدا اللي شفناها قبل كده بسبب العقود القديمة. الزمالك في الفترة الأخيرة مر بكتير من الأزمات، سواء كان مالية أو إدارية، وده كله راجع في الأساس لغياب النظام القانوني والإداري داخل النادي. كمية القضايا والشكاوي اللي على النادي، سواء من لعيبة سابقين أو مدربين، في النهاية بصراحة القرار ده خطوة مهمة جدا جدا، لكن بس لوحده مش كفاية. مالك كمان محتاج شفافية في الإعلان عن العقود، تقييم مستمر لأداء الإدارة القانونية. كمان محتاجين نشوف نتيجة حقيقية على أرض الواقع. قولي دلوقتي في الكومنتات، هل القرار ده هيفرق مع الزمالك؟ شايفينه خطوة شكلية بس؟ متنساش تعمل لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.